هيرونيفر. نطق النهارده هو نطق ن كان المصري القديم بيرمز له بشكل الموجة اللي كانت بتترسم بالطريقه دي، وفي كذا رمز تاني منهم رمز التاج الاحمر بتاع مصر العليا، كان برضو بيعبر عن نطق الن، بس احنا هنستخدم رمز الان بس، او هنستخدم الرمز ده بس في التعبير عن نطق الن في خط فيل. طيب الترانسليتريشن بتاعه كان بيتعبر عنه بالان سمول، وطبعا شبيه في اللغه العربيه بنطق النون. طيب لو احنا عايزين نستخدم الرمز ده في خط فيلو هنعمل ايه؟ هنعمل نفس شكل الرمز بالظبط، مش هيختلف اي حاجه، بس هنلتزم بقى بشكل الرمز زي اللي احنا هنعمل فيه 7 قمم، لان هو رمز كان بيترسم ب7 قمم عشان خاطر رقم 7 كان رقم مميز يعني في الحضاره المصريه القديمه. فهنستخدم نفس الطريقه بالظبط. ادي 1 2 3 4 5 6 7، وزي ما ابتدينا من تحت هنخلص من تحت، زي ما ابتدينا كده من تحت هنخلصه برضو تحت، ونروح حاطين نقطه فوق. سهولة جدا. عايزين خط ارفع اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7، ونحط نقطة فوق. عايزين خط ارفع اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7، بس كده. وده كان حرف النهارده، سهل وبسيط جدا، شبه النون برضو، في شبه قريب بطريقه ما من النون. فانت لما تشوفه بعد كده في اي نقش على في المعابد او في المقابر او في ورق بردي، هتلاقيه شبه اللي انت بتكتبه، فتقول ايه ده هو نفس النطق النون. وده كان حرف النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. ياو معاكي ام حاضر.